تم هنا تكريم احد الاساتذه القدامى ديال الكاراتيه اللي هما كانوا هما لي بيلي ديال الكاراتيه في المغرب، اللي هو الاستاذ السي كامل احمد. وهنا الحمد لله وكيشرفونا نيت ناس اخرين قدام تا هما اساتذه كبار اللي جاوا اليوم هذا، وكانت فرحه كبيره وجاوا شرفوا نادي بيضاوه ديال الرياضات، وحنا راه فرحانين بهم بزاف. وكما كتشوفوا كاينين الناس قدام نيت، وهادو راه اساتذه اللي كتشوفوهم هنا، اللي كتشوفوا الاكثرين اللي جاوا لنا اليوم التدريب فهم راه اساتذه. وهذا اذا كان كيدل على شحال كيدل على الفرحه ديالهم وعلى القبول ديالهم لهاد الناس هادو اللي هما كانوا اعمده الكاراتيه في المغرب. ولهذا الحمد لله الامور غاديه مزيان، وكنتمناو ان شاء الله يعني التالق والمزيد من التالق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله غادي يكونوا مبادرات اخرين وتكريم اخر واخر لهاد الاساتذه القدام ديالنا، لان واحد المجموعه ديال الاساتذه اللي تقريبا تنساو، فهمتي، تقريبا تنساو. وما خصناش القضيه دي، ما خصش الاساتذه يتنساو، هادو خص كل مره نتفكروا واحد، وراهم كيفرحوا مساكن لما كنعيطوا لهم وداك الشيء راه كيفرحوا. حتى جاو الناس من المدن بعيده انهم يحضروا اليوم. تمام، الناس جاو من بعيد، وكاين اللي اعتذر على المجيء ديالو هنا، وكيقول لك ودي يعني نوبوا علينا نتوما بهم ما باغيين يجيو. ان شاء الله حنا غادي نعاودوا لهذه المسائل، غادي نعاودوها ان شاء الله مع تكريمات اخرى للاساتذه اخرين ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الاستاذ السرحاني يوسف عن جمعيه نادي بيضاوة للرياضات. والحمد لله الان في هذا النهار المبارك السعيد قبيل شهر رمضان، يعني ابت جمعيه نادي بيضاوة للرياضات الا ان تحتضن العديد من الشخصيات اللي هما اساتذه مرموقين وقدموا الكثير والكثير لرياضات الكاراتيه، بل انا ما كنقولش لها رياضه بل لفن الكاراتيه. والحمد لله كنشوفوا العديد من الاساتذه، منهم الاستاذ فناني، الاستاذ مسافر، الاستاذ الحيمري، الاستاذ مصطفى، الاستاذ مصطفى، العديد من الاساتذه اللي هما الاستاذ حرار، قدموا العديد من التقنيات، والحمد لله احنا فرحانين. الفكره جيده، والافكار راها كاراتيكا ديال الكاراتي، واصحاب الكاراتي راهم ناس اللي تعرفوا حق المعرفه بالمسائل اللي داخل فيه، اللي تعلمها. راه الكاراتي فن تيعلمك مسائل اللي ستكون بعيده على باش ياخذها الانسان في افكار اخرى، ياخذها في طريق نقي نظيف واسميتو. المهم من هذا الشيء كله كفكره، هذا الشيء هذا اللي كل واحد كيعمل في النادي ديالو، ولكن هذه الفكره هذه راه مهمه. انما حدوا لها واحد البرنامج، تكون مره مثلا نديروا اول سبت في كل شهر او شهرين او حسب اتفقوا عليه، يجمعوا الاساتذه كلهم فهاد سميتو شي يكمل شي. سعد بسام، بريزيدون دي كلوب بيضاوة دي سبور. مرحبا بكم، مرحبا بالاعلام الوطني، مرحبا بجريده اونفا بريس. اليوم انتم ضيوف عند نادي بيضاوة الرياضات بالمركب الرياضي العربي مبارك ستاد فيليب سابقا، وحنا اليوم نحيي واحد الحفل تكريمي في حق اسطوره من اساطير الكاراتيه المغربي، الاستاذ القدير الاستاذ احمد الكاميلي، واللي هو واحد من الاباء من المؤسسين ديال رياضه الكاراتيه في المغرب، من التلاميذ الاوائل ديال الاب المؤسس الاستاذ احمد تجاري، وهو من الاطر الرياضيه اللي سيرات في الكاراتيه المغربي لمده طويله. كان يشغل منصب الامين المال للجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه والاساليب المشتركه في فتره معينه. وهذه البادره هذه جات من الانيسياتيف ديال لي غرون ميتر ديالنا، الاستاذ عبد اللطيف سكيريبا والاستاذ عبد السلام فكاك، اللي كيديروا هذه الالتفاته في حق الاساتذه القدماء ديال الكاراتيه لاجل تكريمهم ولاجل بور لو روندر اوماج. وهذه بادره طيبه ما يمكن النادي بيضاوة الا انه يرحب بها وانه يدعمها، وكنتمناو ان شاء الله هذه البادره هذه تستمر
وان شاء الله يكون هذا التكريم هذا مستمر. الاشخاص اخرين يستحقون التكريم، مازال عندنا اساتذه كبار اللي ما نالوش الحق ديالهم من لوماج، من التكريم، ومن من الذكرى ديال المحاسن ديالهم وديال المناقب ديالهم. وكنتمنوا من الله اننا يوفقنا باش اننا نكرموا ونديروا التكريم لجميع الاطر الوطنيه اللي عطات الكثير للكاراتيه المغربي واللي بدلات الغالي والنفيس من اجل الرياضه الوطنيه. وان شاء الله مازال غادي تكون هذه البادره في مناسبات قادمه ان شاء الله.